لو عندك ألم في الشرج وتشخصت شرخ شرجي، في أكتر من طريقة لعلاج الشرخ الشرجي. العلاج الدوائي أو الكريمات الموضعية دي بتنفع في حالات الشرخ الشرجي الحاد اللي لسه ما عداش على حدوثه أكتر من 6 أسابيع. المريض بياخد كورس علاج لمدة أسبوعين ل3 أسابيع مع شوية تعليمات تظبيط الأكل، المريض بيخف تماما. الطريقة الثانية هي حقن البوتوكس، ده بيستخدم في حالات الشرخ الشرجي الحاد الغير مستجيب للعلاج اللي ما حصلش فيه تليف كبير. بيتم حقن البوتوكس في عضلة الشرج علشان نريح الانقباض اللي موجود في العضلة وندي فرصة ان الشرخ يلتئم. الطريقة الثالثة هي العلاج بالليزر، عملية بسيطة جدا باستخدام الليزر. بنعمل تنظيف للشرخ الشرجي المزمن والتليفات اللي موجودة فيه، وبنعمل تريح او اطالة في العضلة الداخلية. المريض بيخف خلال اسبوعين ل3 اسابيع، الشرخ بيلتئم تماما، المريض بيقدر يمارس حياته خلال اسبوع من العملية. لو عندك شرخ شرجي وبتعاني من آلام اثناء الحمام او بعد الحمام، اكشف فورا. الكشف المبكر والتشخيص الصحيح بيوصلنا لعلاج آمن وفعال بنسبة 100%.